ازاي تسهروا بره لحد دلوقتي يا مقاصيف الرقبه؟ مو يا بابا اصلي يعني اصل ايه؟ انا منبه عليكم ترجعوا الساعه 9، تقوموا ترجعوا نص الليل. ما هو التاكسي اللي ركبناه نامت منه عجله وما لقيناش حد يصلح العجله. امال ايه، جيتوا ماشيين؟ لا، بقيت انا اركب شويه وسلوى تزق شويه وبعدين اركب انا شويه وليلى تزق شويه. لا اذا كان كده تبقوا معذورين. بره خشوا ناموا بقى يا اولاد. تصبح على خير يا بابا. تصبح على خير يا عمي. وانتوا من اهل الخير. بنت يا فكيهه، فكيهه يا بنت الورمه، الولعه يا بنت المجعلصه. حسبي يا بنت المبطرخه. كفايه يا بنت المكعبره. يا سيدي. يظهر ان سهرة امبارح كانت جامدة قوي. كانوا معزومين بره وبرضه بعد ما رجعوا شربوا تاني. انا احب اشتغل عند الجماعة العزاب عشان كده. حظ وفرفشة وهيصة. لا ست تقفل الدواليب على الازايز ولا كل ساعة تفتش على المطبخ والتلاجة. الجدعين اللي بشتغل عندهم دول حدين قوي. عاملين علامة على الازاز عشان ما اقدرش اسرق لي منها كاس. لكن انا برضه احدق منهم. اهو رجع العيار مظبوط عند العلامة. ادخل. صباح الخير. صباح الخير يا نعناع. فريد صحي؟ صحي من بدري ولبس هدومه وشرب الشاي. طب اعمل لي فنجان شاي. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير يا باشمهندس. الله، انت لسه ما لبستش؟ انا مش رايح المكتب النهارده. ليه؟ انا تعبان شويه. اطلع يا رمس، لازم عاوز تلزق للبنات. طب ما انت ذكي اهو. شويه. طب وقول لي بقى، انت هتقعد تعمل ايه؟ هحاول اتصل بيهم وانت تروح تمشي شغل المكتب. طيب، فكره مش بطاله. يلا بقى الساعه بقت 9. يلا. اسمع يا نبيل. ما تنساش ان انا هروح المكتب وانت هتقعد هنا علشان توضب المسائل ليا ولك. يعني تشتغل بالنص، تتكلم مع ليلى شويه عن نفسك وتتكلم مع سلوى شويه عن نفسك. ايوه طيب، بس لما اشوف طريقه اعرف اكلمهم بيها. انا بقول يعني اذا قدرت تكلمهم، كلمه علشانك وكلمه علشاني، تنهيده علشانك وتنهيده عشان. مظبوط. فهمت. استنى. خد دول. ايه ده؟ الثلاث تنهيدات دول توصلهم لسلوى بالنيابه عني. سعيده سعيده. سيادتك عايز البيض مسلوق ولا مقلي؟ مسلوق ولا مقلي؟ انا اللي مسلوق ومقلي. نعم. سيادتك متضايق من حاجه؟ لا 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 ابدا. قول يا نعناع. يا فندم.
حبيت؟ ايوه حبيت. جد حبيت؟ والله حبيت. كنت بتعمل ايه لما حبيت؟ بتتكلم. انهي حب فيهم؟ ما انا اصلي حبيت كتير واتنعشقت كتير. العماره اللي اشتغل فيها افرق قلبي على كل الشقق اللي فيها. ازاي بقى؟ يعني احب هنا خدامه، هنا طباخه، هنا غساله، وهكذا. كنت بتعمل ايه عشان توقعهم كل دول؟ بالحداقه، بالفهلوه. واحده تقع من ضحكه، واحده تقع من كلمه، واحده تقع من جواب. جواب؟ يعني بتكتب لها جواب؟ لما اكون مش قادر اقول لواحده ان انا بحبك اكتب لها جواب. قول لي بقى، مسلوق ولا مقلي؟ مسلوق ومقلي. حاضر. ايه في ايه؟ في حاجه مهمه عاوز اقولها لحضرتك. ايه ما تتكلم قول. امبارح وانا بنفض هدوم حضرتك لاحظت ان بدلتك الكحلي مالها؟ جربانه شويه. بقى دي حاجه مهمه ايه؟ طبعا مهمه بالنسبه لي انا. حضرتك متعود انك تديني هدومك القديمه. طيب روح خدها يلا يلا. الله يعمر بيتك. اسمع. نعم. انا مش عاوز حد يزعجني، مش عاوز اشوف حد ولا اقابل حد، انت فاهم؟ فاهم طبعا. حضرتك هتكتب جواب، مش عاوز حد يزعجك علشان ينزل عليك الوحل. ايه؟ وحل؟ اه وحل ايه يا مغفل اسمه الوحل؟ انا عارف بقى انتوا بتقولوها ازاي. تعال هنا. نعم. فين السجاير اللي كانت موجوده هنا؟ ما شفتهاش. طبعا زي العاده تلهى في السجاير وطول ما شفتهاش. انت كذاب. لا يا فندم انا مش كذاب. انا قلت ما شفتهاش. لو كنت كذاب كنت قلت ما شربتهاش. يعني شربتها؟ ايوه. طيب روح اشتري سجاير يلا. حاضر يا فندم. وحل قال. حبيبتي ليلى. لا تبقى صعبة شوية. انت ورانا. عرفت ازاي شقه جديده؟ اللي يسأل ما يتوهش يا أخي. تعالى يا راح فين؟ إيدك وقح تافه، غبار عفار تراب. كلمني بالعربي. انت عايز ايه؟ سيدك اللي بيشغلك، اللي هخليه يطردك ويطردني ليه بقى؟ لأنك جايب له الأذية. في ناس تحت مستنياه عايزة فلوس، وكل دقيقة بتفوت بتزود على سيدك الفلوس. هتفضل الفلوس تتحط على فلوس وكله من حساب سيدك. يا خبر. طب اما اروح بقى اديله خبر. أوام بسرعة. يا باشمهندس، يا استاذ، يا سنابيل. ايه؟ الجدع المشخصات اللي اسمه سكر الحليوه. اعوذ بالله، عايز ايه؟ قهوة يا بني آدم، قول له. يا اخي انت بارد بشكل. انت فاكر نفسك داخل فين؟ بيت ابوك؟ رحمة الله عليه ما كانلوش بيت. ها؟ انت لسه واقف يا حيطة، ما تتحرك وتعمل اللي قلت لك عليه. يا مغيث يا رب، ده وشه من انتاج شركه الحديد والصلب. نعم افندم. اي صدفه منديله اللي بعتتك النهارده؟ معلش هقول لك ايه، اصلك مش متربي. اما قليل الادب صحيح. مش هرد عليك. اذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من اجابته السكوت. انا مش عارف انت واخد عليا كده ليه؟ صديقك يا اخي، زميلك في الدراسه، صاحب افضل عليك. انت صاحب افضل عليا انا؟ اخص عليك يا خاين يا ناكر الجميل. ياما خدمتك، ياما ضحيت علشانك، دي اخر خدمه عملتها لك ضيعت فيها مستقبلي. النهارده باين عليه مش هيفوت على خير. ما انتش فاكر لما كنا بنمتحن سوا في البكالوريا وكنت قاعد جنبي موحول لشوشتك ما انتش عارف تجاوب؟ قمت زقت لي اوراقك، كتبت لك الاجابه وناولتها لك. جيت اجاوب لنفسي، كان باقي من الزمن 5 دقائق، ما عرفتش اجاوب حاجه، وكانت النتيجه ان حضرتك نجحت وانا سقطت. دي خدمه تتنسي؟ يا ناقص يا قليل الاصل. كله منك انت. امشي. يمشي فين؟ استنى يا واد. انت مالك وماله يا بارد؟ مالي وماله ازاي؟ والتاكسي اللي واقف تحت ده مش عايز فلوس؟ تاكس؟
انت جاي راكب تاكس؟ عشان تعرف ان مقامك عندي غالي. طلع 50 قرش بلاش تضييع وقت. اسمع، خد منه 50 قرش، حاسب التاكسي وخد الباقي علشان امشي يا واد دلوقتي. انا مش هدفع ال 50 قرش دول. تبقى هتدفع اكتر من 50 قرش دول. لا يا شيخ. وحياتك، هو التاكسي اللي واقف تحت ده مش طول ما هو واقف العداد بتاعه بيعد على حسابك؟ على حسابي؟ ليه؟ هو انا اللي كنت راكبه؟ امال انا اللي كنت راكبه. دلوقتي هتشوف الفضيحه اللي هتحصل قدام العماره. الناس كلها هتعرف ان الباشمهندس نبيل قدري كان حق السواق. والسواق يعرف منين الباشمهندس نبيل قدري؟ انا قلت له ان اسمي نبيل وطلع اجيب لك الاجره من فوق. يا ابن الشياطين. طب انا هنزل دلوقتي اقول له اللي كان راكب معاك مش نبيل، انما واحد صاحبه نصاب. تبقى قلعن تودي وشك فين من جيرانك لما يعرفوا ان اصحابك ناس اوبات نصابين. حاجه تجنن. نعناع. خد ال 50 زفت دول وخلصني. اديله كمان ريال. ليه؟ فين من ساعه ما جيت والعداد عمال يعد 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 يعد. ادفع. مش دافع غير دول. انت قلت ليه؟ ايوه. سلامات. الله يسلمك. نعم. في ايه تاني؟ يا اخي رد السلام قبله، خلي عندك ادب. انا عايز افهم انت جاي دلوقتي عايز ايه؟ سيادتك لما بتروح البنك بتكون عايز ايه؟ تقرا الفاتحه؟ انا دلوقتي في البنك. بنك؟ ايوه. تسمح من فضلك تسحب لي 5-6 جنيه من حساب الجاري اوام. ايه ده؟ انت مش بتقول انك بتشتغل في السينما؟ احيانا. احيانا يعني ايه؟ كل حين ومين لما يطلبوني يوم ولا 2 في الاستوديو وبعدين يدوني 3-4 جنيه. يعملوا ايه ال4 جنيه طول الشهر؟ طب ما اشوف لك شغله تانية غير التمثيل بدل ما انت صايع. صايح؟ اسحبها من فضلك. انا فنان. عارف فنان يعني ايه؟ النهارده بالذات انا عندي شغل في الاستوديو. اذا كان الحل ملطش معاه الايام دي فده مش معناه اني صايع. دي تعتبر فترة راحة، استجمام. الدنيا على الحال ده وعلى الحال ده. اديني ال5 جنيه. هات. اسمع يا سكر، انت مش ملاحظ ان انا ما رحتش الشغل النهارده؟ اذا كنت صاحبي وحبيبي زي ما بتقول سيبني دلوقتي. عندي حاجه مهمه لازم اعملها دلوقتي. فوت عليا بكره. بكره مش ممكن، صاحبة البيت مش هترضى تستنى لبكره. اسمع، انا هروح اجيب الهدوم اللي همثل بيها وافوت عليك قبل ما اطلع الاستوديو تكون محضر لي ال5 جنيه. موافق؟ وهو كذلك. طيب شوف لي حاجه فكه معاك على ما ارجع. شوف كمان سيجاره. وشرفك ما معايا. جاتك البلا فقير. هات. قول لي سعيده بقى. في 60 سلامه. راجع لك تاني. لا لا يرجعك. السجاير يا باشمهندس. هات. يلزم خدمه تاني؟ سيبني بقى بالمعروف اكتب الجواب. حاضر. واقف ليه؟ بس يعني ولا مؤاخذه كنت عايز عايز ايه؟ ما تتكلم قول. البدله الكحلي اللي حضرتك اديتها لي مالها؟ يلزمها قميص بني وجرافته خضراء. حاضر حاضر على عيني. حاضر حاضر. الجزمه بقى. لا انا مش اسمه كلام، مش هعرف اكتب الجواب. انا خارج وسيب لك البيت. الله، انت جيت؟ ايه؟ بتعمل ايه؟ بعمل تصميم من الذاكرة. ايه، تصميم عمارة؟ لا، تصميم لسلوى، برسم لها صورة من الذاكرة. وريني. اعوذ بالله، ده انت ذاكرتك وحشه قوي. انت ايه اللي جابك المكتب؟ جاي اكتب جواب مش عارف اكتبه في البيت. جواب لمين؟ جواب لليلى. انا كمان عاوز اكتب جواب لسلوى ومش عارف. قول لي اكتب ايه؟ ليه؟ صغير حضرتك مش عارف تكتب جواب؟ لا بس اصل انا بختشي وانت ما بتختشيش. ايه؟ قصدي اقول يعني انك انت جريء. والنبي تقول لي اكتب ايه؟ اكتب. عزيزتي سلوى. عزيزتي سلوى. ادخل. ادخل. للباشمهندس. ليه انا؟ عمتي. مالها؟ جايه النهارده.
ساصل اليوم فتافيت السكر. ده من امريكا. ايوه، اصل بقى لها هناك 20 سنه. وشكلها ايه عمتك دي؟ ما اعرفهاش، عمري ما شفتها. اصلها اتجوزت واحد تاجر لبناني وخدها وهاجر على البرازيل من 20 سنه. فريد، فرصه مدهشه عشان نخلي البنات يجوا عندنا في الشقه. يخرب عقلك ازاي؟ اقول لك ازاي. نعمل حفله تكريم عشان عمتك ونعزم فيها سلوى وليلى عشان يتعرفوا بيها. فكره هايله قوي. اكتب. اكتب ايه؟ جواب. طيب. الآنستين المهذبتين ليلى وسلوى، نتشرف بدعوتكم اليوم للحضور إلى منزلنا للتعرف على عمتي فتافيت السكر هانم، ومنتظرين الرد تليفونيا. اكتب نمرة التليفون بتاعتنا. هي نمرتنا كام؟ 32 964. امضي. فريد ونبيل. لا، كفايه فريد. كفايه. نبيل. نبيل. ايه؟ نبيل. عايز ايه يا اخي؟ الله، خد دول على ما اطلع فوق وارجع لك. انا رايح فين؟ هو ما انت عارف يا اخي، مش طول السكه عمال اقول لك مد احسن مش قادر. بس ما تقعدش ساعه زي عوايدك. على طول. نعم. فندم. الحاجات دي تحطها في الثلاجه لغايه الظهر. حاضر. بس من غير ما تدق. كلام ايه ده يا سي نبيل؟ يعني اسمع، انت عارف الشقه اللي جنب الاسانسير لازم. شقة الزلط؟ زلط ايه يا زلط؟ دي شقه البونبون، شقه الحلويات. حلويات ايه يا سي نبيل؟ دي شقة واحد مقاول اسمه شاهين الزلط. الزلط رخام، مش ده المهم. تعال معايا. المهم دلوقتي انك تفهمني كويس بدل ما توقعنا في مشاكل. الشقه دي فيها بنت طويله وسمراء. اسمها ليلى، بنت المعلم شاهين لازم، وساكنه وياها بنت عمها اسمها سلوى، ابوها مات وعايشه مع عمها وبنت عمها. الله 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 الله. وعندهم حته خدامه وزنها يطلع 3 طرناطه اسمها فكيهه. يخرب بيتك. ولا الله. جبت المعلومات دي منين؟ الخدامه. ما هو ما بيطلعش اسرار البيوت غير الخدامين. ما هي دي تبقى واحده من اللي مكتوبين عندي في لسته العماره، حاجه متختخه قوي. يا واد انت لحقت، ده احنا يا دوب بقالنا 3 ايام ساكنين في العماره. انا اصلا راجل مجتهد، والمثل بيقول ما تاجلش لبكره اللي ممكن تعمله النهارده. ده انت جن مصور. تشكر، دي اسمها دردحه. المهم انا عايزك توصل جواب للست ليلى. ما بتردش ليه؟ من عينيا، هسلمه لها يدا بيد. اوام. يلا. هوا. انت بعت الجواب؟ ايوه. اسمع يا نبيل، انا جات لي فكره وانا فوق. ايه؟ افرض ان البنات خدوا الجواب وادوه لابوهم، وابوهم خد الجواب واداه للبوليس، والبوليس خد الجواب واداه للنيابه، والنيابه خدت الجواب واداه. بس بقى، فلا الله ولا فالك. ايه الافكار البايخه دي؟ تبقى مصيبه لو ابوهم شاف الجواب. تبقى مصيبه. خطوة عزيزة يا سي نعناع. يعز مقدارك، يعز من عيني. والنبي سكنوا جنبنا جيران كتير، ما وردش علينا سكان دمهم شربات زيكم ابدا. وانا وشرفك شفت ستات كتير كلهم سمن اصطناعي، انت بس اللي سمن بالك. اعمل لك شاي؟ لا مش وقته. اجيب لك سندوتش فراخ؟ من بق لبقك. انا جاي لك في خدمه بسيطه. عينيا تخدمك قبل ايديا. معايا جواب وعاوزك توصليه لمزمزيل ليلى. جواب مسكر ولا بالي بالك؟ بالي بالك يا حته. بكره شقتنا هتتلخبط على شقتكم وهنبقى عيله واحده. خدي بس وصليه في السر. طبعا، هو انا عايزه توصيه؟ المره دي الجواب للست ليلى، الجواب الجاي للست فكيهه. استقبل. مع السلامه. كفايه يا اخي نرفزتني. انا خايف قوي ان الجواب ده يودينا في داهيه. انت تضحك عليا يا اخي. على كل حال الجواب مكتوب بخطك انت. هو ده اللي مخوفني. نعنع. ايه عملت ايه؟ ايه؟ في الزفت الجواب. جواب ايه؟ ما انت يا اخي وصلت الجواب. الله، ما انا مش فاهم ان سفريد عارف الحكايه. لا عارف. اتكلم. وصلته؟ ايوه. لليلى شخصيا؟ لا. الله يخرب بيتك. امال سلمته لمين؟ لمصلحه البريد اللي عندهم. ليه؟ هم عندهم صندوق بوسطه؟ لا، قصده الخدامه اللي بتشتغل عندهم. وازاي يا غبي تعمل كده؟ ما انتش خايف الخدامه تدي جواب لسيدها؟ ما تخافوش، انا اصلي مالي ايدي منها قوي. رحنا في داهيه. الو.
ليلى 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 ليلى. انا نبيل. لو قلت للناس ان كروان سمعته بيكلمني في التليفون محدش هيصدقني. كروان كده حته واحده؟ ده انت بتبالغ قوي. ابدا ابدا، كروان وصوته جميل كمان. ابعد عني يا اخي. ها؟ بقول لي مين يبعد عني؟ بقول للغراب. الجواب وصل؟ طيب وايه رايك انت وسلوى؟ ما فيهاش حاجه ابدا، دي خدمه انسانيه. عمة فريد هتوصل النهارده من امريكا، فيها ايه لو تيجوا تتعرفوا بيها وتقعدوا معايا شويه؟ مش عارفه اذا كان بابا هيوافق ولا لا. انا بقى سلوى عايزه تسلم على فريد. الو؟ تقول لي الو، اقول لها ايه؟ الو الو. وبعدين قول لها وحشتيني يا نيله. وحشتيني يا نيله. لا قصدي اقول لنبيل. منتظر حضورك بفارغ الصبر. منتظر حضورك بصبر الفرخ. قصدي اقول بصبر الفرخ. انا بقى هو بقى. الو ليلى، تعرفي انك وحشتيني قوي من امبارح. قلت ايه؟ احنا لازم نشوفكم النهارده. على كل حال مدام عمة فريد هتكون موجوده، ما عندناش مانع نيجي عندكم. لا مش هنقول لبابا. فين البنات يا فكيه؟ خد انت ليلى يا سيدي. حضري الشنطه قلنا احسن مسافر حالك. حاضر عينيا. لا ما تخافش، ضروري هنيجي. انا بقى الو؟ لا انا سلوى. ايوه يا فريد، طبعا هنيجي كمان ساعه. لا ما تخافش مش هنتاخر. انا بقى وانا لسه قلت حاجه. ايوه يا سلام، ايه الشعر الجميل ده. انا بقى لا انا بقى. النهارده اجمل يوم في حياتي. بقى صحيح القمر هينزل من السما ويجي عندي؟ مش معقول. يعني النهارده هشوف اجمل عينين في الدنيا. انا هبوس الارض اللي هتخطي عليها، هفرش لك قلبي عشان تمشي عليه. انا هطلع قلبك وافرمه بسطور يا بجح يا قليل الادب. انا بقى يا عديم الشهوميه اللي ما لقيتش حد يربيه. انت بقى. لا يا بنت. يا ناري لو اعرفك. اقفل السكه. مين ده؟ ابو فصاله، ابو الكروان. يا خبر، يا دلوقتي اللي زي بعضيها. لازم ظبطهم. انت وهي كنتوا بتكلموا مين؟ كنا بنكلم واحده صاحبتنا. لكن ده حس راجل. يا صاحبتكم مسترجله، انا هذبحكوا زي الفراخ. زمانه ذبح البنات. يعني كان لازم تنسى نفسك في الكلام وتعمل لي شاعر. اسمع، انا جات لي فكره. ايه التليفون ده؟ انا هشيله في الدولاب واقفل عليه. انا مسافر النهارده السويس عشان المقاوله الجديده. تروح بالسلامه يا بابا. ترجع بالسلامه يا عم. حسك عينك انت وهي تخرجوا من باب الشقه وانا مسافر. حاضر. دي لاخر زمن. نعناع يا فندم. اسمع نعناع. نعم. المعلم شهير ابو سلوى وليلى ظبطهم هم بيكلمونا في التليفون. يا خبر اسود. انا خايف لا يكون ضايقهم ولا اذاهم. عايزك توصل لغايه هناك تتجسس وتعرف الاخبار وتيجي تقول لنا. من عينيا. يلا. بس في حاجة عاوز أقول لك عليها. إيه؟ البدلة الكحل اللي حضرتك اديتها لي مالها؟ يلزمها جزمة سودا لميع. حاضر، هجيب لك الجزمه. يلا. وشراب كحل. يلا. خلاص مش هنقدر نروح لنبيل وفريد. نعتذر لهم بقى. ولا نعتذر لهم ولا حاجه، لما يسافر بابا يحلها ألف حلال. ايه حصل ايه؟ رقعهم كلمتين في جنابهم وشال التليفون وقفل عليه بس؟ ومسافر النهارده السويس. طب روح انت دلوقتي. ما دام هيسافر اكيد هيجوا. ضروري هيجوا. تعال نستريح شويه لحسن الواحد اعصابه تعبت. اسمع يا فريد. انا عايزك اول ما توصل عمتك تاخدها تفرجها على البيت وتسيبني انا انفرد بليلى عشان اقعد اتكلم معاها شويه. ما انا كمان عاوز انفرد بسلوى، وانت عارف ان انا خجول واتكسف اكلمها قدام عمتي. طيب ايه رايك لو عزمنا واحد صاحبنا يقعد مع عمتك يسليها؟ معقول برضه.
بس لازم واحد يكون ناثق فيه. واحد نثق فيه نثق فيه نثق فيه. ايه رايك في نعناع؟ شكله مش بطال، نلبسه ونهيئه ونخليه واد شيك. مش معقول. مش معقول. ليه مش معقول؟ مش عارف. مين اللي هيخدم علينا يا بني ادم؟ المهم سيب انت الموضوع ده عليا، انا هتصرف. دلوقتي انت تروح لنعناع تتفق معاه على اصناف الاكل اللي هيعملها. انا عايز حاجه ممتازه تشرفنا قدام سلوى وليلى. انا هخليه يعمل اصناف تاكل صوابعك وراها. اوام. فين سي نبيل؟ خرج. استناه. ما عنديش اوامر بكده. بشر لك الشغل ازاي؟ استنى. سيب بقول لك، لو حطيت ايدك تاني ههزقك. والله يا اخي. بس يا نعناع. روح انت دلوقتي. روح. اعوذ بالله. اعوذ بالله في عينك. مالك انت راخر لويت بوزك لما شفتني؟ انا مش متفق معاك قبل ما امشي من هنا ان انا راجع تاني؟ الحمد لله على السلامه يا سيدي. نعم، عايز ايه؟ عايز ال5 جنيه اللي عليك. ايه؟ ايه؟ اسمع، قسما بالله العظيم لو ما مشيتش من هنا هجيب لك عسكري. عسكري؟ بمناسبة ايه؟ لطشت حاجة من بيتكم؟ حطيت ايدي في جيبك؟ ما تنطق. خص عليك وعلى ملافظك البايخة. طب والله العظيم يا سكر. ما تحلفش. مين اللي هيستنى بعد الاباحة والاهانة دي كلها؟ طب والله العظيم يا نبيل. ما تحلفش. الباب اهو، اتفضل اخرج. خلاص خارج، بس افهم كويس ان انا خارج ومداينك ب5 جنيه. اصحاب دون، اصحاب عرة. النبيل قال. نبيل من انهي داهية؟ ده انت واطي. اوعى تمسك فيا. اوعى تحوشني. انا هسيبك ترن. انا ماشي. ماشي ومش راجع تاني. سكر، انت بتنده لي؟ ايوه. طب والله لو كان واحد غيرك انا ما كنت سألت عنه، لكن بقى العشرة ما تهونش. تعال يا سكر تعال. انا عارف انك انت بتحبني. ما فيش لزوم للعواطف دي. الله الله الله، انت دايما كده تخلط الهزار بالجد. انا اسف يا سيدي. ها، عذرك مقبول، بس اسمح لي اقول لك ان هزارك ماسخ شويه. عايز ايه؟ اتفضل يا واد. ايه؟ ايه الادب اللي يخوف ده؟ ايه، تشرب قهوه؟ مفيش لزوم، قول لي من غير لف ولا دوران. عايز ايه؟ شوف يا سيدي، ها. فريد له عمه غنيه جدا عايشه في امريكا الجنوبيه. سمعت عنها. عمته دي هتوصل النهارده، وطبعا فريد هيحتفل بيها. طبعا الحفله دي عايزين فيها واحد زيك يحضرها، واحد زيك لطيف، واحد زيك مرح، واحد زي صايع. اوه يا اخي ده انا كنت بهزر معاك. فريد! بقى سكر. ييه، ده ايه اللي جابه دلوقتي؟ الله! ايه الاخلاق الواطيه دي؟ طب والله العظيم لا انا خارج. استنى بس ما تبقاش عصبي. ما تسيبه يخرج. الله، ما تسيبني يا اخي. عيب يا سكر، عيب. الله، سكر ايه اللي يقعد معانا عشان يسلي عمتك؟ والله فكرة، بس شكله يعني مش عارف الزامه غسيل ومكوى. اسمع، الحكايه دي ما تفكرش فيها. انا هديلك بدله من عندي، ايه رايك بقى؟ يا سلام، ما غلطوش اللي سموك نبيل. انت نبيل وابوك نبيل وامك نبله. قصدي نبيله. انت عارف ايه اللي هتعمله بالظبط؟ اولا هاتولي سجاره. حاضر. وفنجان قهوه ساده. نعناع، فنجان قهوه من غير سكر للاستاذ سكر. هتعمل ايه بقى؟ انا هتغدى معاك النهارده في صحه عمتك. وبعدين هتقعد معاها علشان تسليها وتحكي لها كده شويه نكت وفوازير. لكن شكلها ايه عمتك دي؟ مش عارف والله يا سكر، دي اول مره في حياتي هشوفها. مش جايز تطلع زي البومه؟ والله العظيم على كل حال دي ارمله واحد مليونير ساب لها 20 مليون دولار. اتفضل. يا سلام، ومولعه كمان. اقل منها. زيك. اهلا وسهلا. على كل حال انا مستعد اقوم بالخدمه دي. ميرسي قوي. هي عمتك اسمها ايه؟ فتافيت السكر. فتافيت السكر؟ ده انا متهيألي لو قعدت جنبها 5 دقايق هيتلم حوالينا النمل. والله العظيم مرح. خف ايدك شويه احسن يرجع في كلامه. والله انا خايف لعمتك دي تطلع عجوزه وقرشانه والقعده تبقى زي وشكم. لا ما تخافش، على كل حال هيكون في بنتين حلوين وصغيرين. اهو كده عال. ايه هو اللي عال؟ البنتين الحلوين الصغيرين. لا مالكش دعوه بيهم، دول محجوزين. فهمت بقى. كل واحد فيكم حاجز له واحده والعجوزه القرشانه ليا انا. مظبوط. مع الطلقوش. سكر، اسمع بس يا سكر. لا. احنا عاوزين منك خدمه كاصدقاء. لا. سكر، انت الصديق الوحيد اللي بنثق فيه. لا،
سكر وبعدين بقى بصراحه احنا بنحب. لا. ايوه. على اذنكم بقى. على فين؟ بقول لكم عندي شغل النهارده في الاستوديو. امتى؟ بعد الظهر. طيب ما تقعد تتغدى معانا وبعد كده تبقى تروح الاستوديو. اصل همثل النهارده دور واحده ست، انت عارف ان ده اختصاصي، ومعايا الهدوم الحريمي الجديده في الشنطه ولازم اقيسها. طب ما تطلع فوق تقيسها وبعد كده تبقى تروح الاستوديو. معقول برضك يا بلبل؟ معقول. على اذنكم. اتفضل. سكر، مش عايز اي خدمه؟ اشكرك. يا سلام على الدنيا، ما تساويش صرمه قديمه. من شويه كنتوا عايزين تجيبوا لي العسكري علشان يطردني، ولما احتجتولي عايزين تقدموا لي اي خدمه. الدنيا دي عنده حق، انا كنت هطرده من شويه. تعرف ان ربنا بعته من السماء. انت قلت ان نعناع يحضر ايه على الغدا؟ ايوه طبعا، بس لازم ينزل دلوقتي علشان يلحق يشتري الحاجه. طب فين هو؟ نعناع، نعناع فندم. تعال. انت تنزل دلوقتي تجيب الحاجه من السوق. حاضر يا فندم. ما تتاخرش. حاضر. خد، يلا بينا نوضب الورد. يلا. ادي الفستان وادي الشعر وادي الجزمة وادي وادي لا بلاش. يعني تفتكر انهم هيجوا يا نبيل؟ لو كنا عجبناهم امبارح مؤكد هيجوا. طب وحياة ابوك تبقى تاخد بالك مني شويه وهم هنا. انت عارف ان انا لخمه. بتكسف يعني، ما اعرفش اتكلم. اسمع، انت ما تعبش نفسك. انت كل ما تلاقيني اقول حاجه لليلى قول زيها كده تقريبا لسلوى. ها؟ برضه معقول. خد. اتفضل. هلو. اهلا. وانا ماليش هلو. هلو. اهلا. اتفضلوا. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا قوي. على فكره انا متاسف جدا. على فكره انا متاسف جدا. على ايه؟ على ايه؟ يمكن نكون ازعجناكم بحكايه التليفون. يمكن نكون اتفضل كمل. يمكن نكون ازعجناكم بحكايه التليفون. لا لا ابدا، يظهر ان احنا جينا بدري شويه. لا ابدا. لا ابدا. تحبوا تشربوا حاجه ساقعه؟ ما تقول. قول. ساعه. متشكرين، كمان شويه. الله، شقتكم حلوه قوي. فعلا شقه جميله. تحب تتفرج عليها؟ ما عنديش مانع. اتفضل. ما تخليكي هنا حضرتك. ها؟ طيب. اتفضلي. انتوا ساكنين مع بعض؟ انتوا ساكنين مع بعض؟ ها؟ طبعا. طبعا. امبارح لما قابلناكم في الحفله ما كناش عارفين ان انتوا ساكنين معانا في نفس العماره. اتفضلي يا عودي. اتفضلي اقعدي. ما انا قاعده اهو. اقعدي كمان. ازاي؟ انا سعيد جدا لانك قبلت تشرفينا. ميرسي. انا سعيد جدا لانك قبلت تشرفينا. ميرسي قوي، لكن يظهر ان احنا جينا بدري شويه. فعلا دي بايخه قوي. فعلا دي بايخه قوي. نعم. ما هي عمتك فين؟ ها؟ بقول لك عمتك فين؟ مش احسن نقعد معاهم؟ زي ما يعجبك. اتفضلي. اصل بابا شديد قوي. اهلا وسهلا. اتفضلي. كنت بقول له على بابا. ايوه، بيحاول يبعدنا عن الناس لانه بيخاف علينا. طبعا ده لانه راجل. بلدي شويه مش كده؟ لا ابدا مش قصدي، انا عاوز اقول يعني انه راجل محافظ. ما تقعد. اصل الراجل اللي عمل لنا الديكور بتاع الشقه ما جابش موبيليا كفايه. روح هات لك كرسي. حاضر. امال فين عمته؟ عمته زمانها جايه. هي مش هنا؟ حالا هتوصل. احنا ما كناش عارفين انها مش موجوده. عن اذنك. اوام كده. احنا هنروح مشوار وبعدين نبقى نرجع لكم تكون عمته وصلت بالسلام. انت عارف ما نقدرش نقعد وهي مش موجوده. هنستناكم. طبعا. ابقى سلم على فريد. ايه بسلم على فريد. باي باي. باي باي.
ايه ده اللي انت شايله؟ كرسي علشان اقعد معاكم. اسمع، انت تخرج تروح المطار، ميعاد الطياره قرب، تجيب عمتك وتيجي على طول. طيب. الله، مالك ملبوخ كده ليه؟ مش عارف اودي الكرسي ده فين. وما تسيبه يا اخي، ده انت خيبتك مش على حد ابدا. إيه طب خد. نبيل. ايه اللي انت لابسه ده يا سي زفت؟ بأدب، اتكلم بأدب. يا نمس يا ثعلب يا العبان. ليه بقى؟ مين اللي كان عندك دول؟ وانت مالك؟ عندك حق. ابعت الواد بتاعك يجيب لي بنس للشهر. حاضر. نعناع نعناع فندم، روح اشتري زفت للشعر. زفت؟ انت بتحط لشعرك زفت؟ بنس للشعر يا نعناع، بنس. مين ده اللي بيلعب في الاسانسير ده؟ ده لازم مجنون. اديله ربع ساعة طالع نازل زي اللي راكب مرجح. انت اللي في الاسانسير. دي اللي ادب دي. اما بارد. اما نطع. ايه ده يا سيدنا ده؟ ايه مالك انت وهو؟ الله، ايه المقابله البايخه دي؟ وكمان لك عين تتكلم؟ عطلتنا عن اشغالنا. مش عيب عليك تعمل كده؟ انت عيل صغير. اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة. ده الاستاذ قادري ابو الباشمهندس نبيل. اتفضل خش. ما انا مستحيل اركب الملعوبه، انا هطلع السلم. نطلع احنا. لكن ده احنا ساكنين في الدور التاسع. مش مهم، انا حديد، انا بومب. خد الشنطه دي عني عشان تعبان شويه. يا دي النور اللي هل علينا النهارده. اهلا وسهلا، يا مرحبا، اهلا وسهلا. بس هتعمل لي زفه ولا ايه؟ خلاص اتكلم. حاضر. يخرب عقلك يا سكر، انت فعلا بقيت واحده ست. بذمتي لو مشيت في الشارع بالشكل ده لا هتلاقي 30 راجل يمشوا وراك يعكسوك. ما اسالش فيهم، انا ست شريفه. لكن قول لي، ازاي انت اتقلبت كده من راجل لست؟ ده فن. مش بس اللبس حريمي، لا، الكلام حريمي، الحركات حريمي، المشيه حريمي. محدش يقدر يكشفني ابدا وانا واحده ست. انا مش عايز حاجه. ده بابا جاي السفر، خليك هنا، اوعى تنزل تحت. ها؟ طيب. مكسوفة مكسوفة منك، مش قادرة أقول لك. اهلا يا بابا، اهلا نبيل. ازيك يا بابا؟ الله يسلمك. انت وحشني قوي يا بابا. خطوة عزيزة يا بابا. أنا مشتاق لك يا ما بابا. خلاص فهمنا انك انت مبسوط اما شفتني. انت رغاي ليه كده؟ قول لي اتفضل استريح. اتفضل استريح يا بابا. ميرسي ميرسي. أهلا وسهلا، أهلا. بعدين معاك. أصلك يا بابا بقالك مدة طويلة ما شفتكش. 6 اشهر ما تحاولش تشوفني ولا مرة واحدة في طنطا، وانا النهارده انتهزت فرصة اشغال مهمة في مصر وجيت علشان اشوفك. أهلا وسهلا، ما شاء الله صحتك عال قوي. اللي يشوفك مش ممكن يديك سنك. أنت عندك كام سنة يا بابا؟ تقدر تقول 50 سنة ها؟ و120 شهر. مش باين عليك أبدا يا بابا. انت عايز تخبطنا عين ولا ايه؟ لا أبدا يا بابا. ربنا يحميك لشبابك. فعلا انا محتفظ بشبابي وجمالي. لو واحد غيرك كان زمانه شعره ابيض وكتافه بقت محنيه، لكن انت قوام معتدل ومليان شباب وحيويه. ما ايه السر في كده يا بابا؟ طبيخ امك. ها؟ اول ما جوزتها حسيت ان طبيخها هيموتني بمرض المعده، خليتها تبطل طبيخ واشتريت طباخ. لا جميله قوي الشقه دي، وبار كمان. يا خلبوص. جميل قوي البار ده. انت يظهر عليك مريش. الحمد لله المكتب ماشي كويس. وانت زي حالك يا بابا؟ تقدر تقول زفت. انت عارف ان ورثت ديون العيله وكل ارادي رايح على تسديد الديون. ولا يهمك صحتك بالدنيا. تاخد كاس؟ لا والله ماليش نفس. انا عندي حل كويس يصلح مركزك المالي. ايه هو؟ ايه رايك لو تتجوز واحده غنيه؟ وهلاقيها فين الغنيه دي؟ موجوده، عمة فريد زميلي فتافيت السكر هانم. فتافيت؟ انا اتجوز فتافيت؟ لا يا عم، انا ما احبش الفتافيت، انا احب الكتاكيت. طوعني يا بابا، دي مليونيره. دي لازم عانس. لا ابدا، دي ارمله. ارمله؟ يعني سكندهن. يا بابا دي عندها 20 مليون دولار وعاشت في امريكا 20 سنه. لا يا نبيل، انا مش ممكن اتجوز تاني. بعد المرحومه امك ما ماتت عرفت واحده اسمها ياسمين،
حبيتها من كل قلبي. اهي دي كنت مستعد اني اتجوزها. وراحت فين ديت؟ اختفت فجأة. لكن انا لسه بحبها لغاية دلوقتي. اسمع يا بابا، فكر في الموضوع، هي هتوصل هنا النهارده وهتتغدى معانا. يا ابني انا ماليش سنان للارامل، انا ما احبش اللحمه الكندوز. يا بابا ال 20 مليون دولار هيخلوا لحمها زي الارانب. طيب هشوف، هفكر. انا هروح اخلص الشغلانه اللي قلت لك عليها وارجع لك على الغداء. انا في انتظارك يا بابا، ما تاخرش. لا ان شاء الله. يا عمتي انا فريد، يا عمتي انا فريد ابو ورده، يا عمتي محدش شاف عمتي. في ايه يا صالح؟ في تلغراف للباشمهندس فريد. طب متشكر. عن اذنك. مع السلامه. الله يسلمك. أعمال هامة منعتني من الحضور، لا تنتظرني اليوم، عمتك فتافيت السكر. نبيل الحقني، عمتي ما جاتش. ومش هتيجي، اتفضل اقرا. فتافيت السكر يا خبر اسود. وبعدين دي مش هتيجي. دي مصيبة، البنات مش هيرضوا يقعدوا دلوقتي لما يعرفوا إن عمتك مش هنا. هنعمل إيه؟ مش عارف. فكر يا أخي. حاضر هفكر اهو. فكر بسرعة. طيب لقيت. ايه عمتك؟ لا لقيت فكره كويسه. قول اوام. نستلف مرات البواب ونقول عليها عمتي. مرات البواب لونها اصفر غامق، هنقول عليها ايه؟ من زنوج امريكا؟ ثم سالوا قليله عارفينها كمان. ايوه صحيح، امال هنعمل ايه؟ هلو، ايه رايكم في الجمال ده بقى؟ سيبنا في حالنا، جاتك الغم. ما تغور من وشنا بقى. جراد انت وهو، حد يكلم ستات بالشكل ده؟ كان صباحك زفت. ما تفرقنا يا اخي بقى. اخص عليكم وعلى قله ذوقكم. انا طالع اقلع الهدوم دي وامشي من هنا. جبت لي فكره مدهشه. ايه هي؟ سكر يعمل عمتك. برافو. سكر عمتي. سكر عمتي. سكر يا سكر. سكر يا سكر. سكر. اخونا بس اوعوا لسانكم يجي على لساني. متاسفين يا سكر. متاسفين جدا. عايزين مني ايه تاني؟ اهدى بس اهدى. عمة فريد بعتت التلغراف وقالت انها مش هتوصل. احسن. اوعى تقلع، خليك ست. ليه؟ احنا محتاجين لواحده ست. انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ ما هو لو تخليت عنا في اللحظه الحرجه دي البنات مش هيرضوا يقعدوا. مش هيرضوا يقعدوا؟ قصدك ايه؟ انت هتعمل عمتي. انا؟ ادي اللي ناقص. اوعى بس كم فرق. ما هو مش ممكن هتخرج من بقول لك اوعى. والله لا يمكن. اوعى بقول ايه؟ معروف. طب تسمحوا لي بكلمه؟ اتفضل. ايوه كده. ما اقول لك. سيبوني يا مجرمين. مفيش فايده، ما تعصبش. ما تتحركش والله لما تموتوني. انا ايه اللي كان وقعني في ايديكم يا عصابه الرقيق الابيض؟ ايه ده؟ امسكوا معايا لما افتح الباب. احنا اصحابك يا سكر. اعمل معروف، عمرنا ما هنسى لك الخدمه دي ابدا. اهلا. دول هم البس الشعر. يا نهار ابيض، البس الشعر اوام. اهلا وسهلا، احنا تعالوا اقعدوا جنبي. انت لطيفه قوي قوي يا طنط. ثانك يو. يا حلاوتهم وطعمتهم. ده انا هاكلكم اكل. شايف. تسمحي تقبلي منا الورد ده؟ ثانك يو. اند يو. مرح، والله العظيم مرح. يا ترى رحلتك كانت مريحه في الطياره يا طنط؟ قوي قوي، لدرجه ان انا نمت وشخرت.
وبعدين جاني سواق الطياره قال لي اصحي يا مدام، صوتك مبوظ على صوت المراوح. دمك خفيف قوي يا طنط. شربات والنبي يا طنط. انتوا اللي شربات على عسل نحل. دوقوني العسل. دوقوني كمان. وبعدين مالك يا فريد؟ لا ابدا، ده فريد اعصابه تعبانه شويه من ساعه ما قابل عمته، اول مره يشوفها في حياته. تعرفي يا طنط، فريد في شبه كبير قوي منك. انا فعلا في شبه كبير قوي يا طنط. قوي، اصل امه اتوحمت عليا. ليلى كانت عاوزه تتفرج على الشقه يا طنط، ممكن؟ لا بعدين ابقى افرجها انا. ايوه بس دي فرصه يا طنط عشان اقدر افرجها عليها. ممكن يا طنط. ممكن يا روح طنط. اتفضلي اتفضلي. لا ابدا مفيش حاجه. خليك انت معايا بقى. طنط قعدت كتير في امريكا؟ 10 سنين، 20 سنه، 30 سنه. امال كام؟ عندك اولاد يا طنط؟ والله ما عنديش فكره عن الحكايه دي ابدا. ازاي؟ 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 اصل عمتي خجوله وما تحبش تتكلم في المواضيع دي. اصل انا خجوله قوي وما احبش اتكلم في المواضيع دي. عن اذنك يا روحي. اتفضلي يا عمتي. اتفضلي يا عمتي. عن اذنكم. على فين يا طنط؟ اصل الكرسي ضيق عليا قوي، راح افكه شويه. اتفضلي. عن اذنك هروح اوريها الاوضه بتاعتها. اتفضل. فريد قدم حاجه ودور مزيكا. حاضر، اتفضلي. تحبوا تسمعوا قهوه؟ نسمع قهوه؟ قصدي يعني تحبوا تشربوا مزيكا؟ تحبوا ايه؟ نشرب مامبو. ليه؟ خدام ابوك انا؟ ما انتش عارف ليه؟ لانك نازل بوس في البنات زي المطبوع. البوس ده ضروري علشان الدور يتسبك، ثم اذا كان مش عاجبك بلاش اقلع. لا يا سكر، خليك عاقل. امال عاقل ازاي؟ حد يقدر يبقى عاقل قدام بنتين حلوين زي دول؟ الميه ما تفوتش على العطشان يا ابني. طب بس تبقى تلاقيها شويه، بلاش فرغة عين. احاول. ثم تعالى هنا، مش لازم اعرف كل حاجه عن الست فتافيت السكر دي؟ هي متجوزه؟ ارمله. مخلفه؟ لا، وما تنساش انها مليونيره. من حق. فين ال5 جنيه اللي عليك؟ يبقى لك عندي 5 جنيه دلوقتي. معلش عشان خاطري. اقلع. سكر، خليك عاقل. خد. هات. مفيش خمسات. هات ال10 دي. لا اقلع. حر ونار في جدتك. سامع المزيكا؟ صاحبك مهيص تحت. يلا بينا. الله يا اخي الواحد. مفيش. اتفضل. اوه ميوزك نايس. خلينا نرقص مع ليلى. تحب ترقصي؟ ارقص معايا يا نبيل. اسمعي.
يا طنط؟ احبها موت، خصوصا المزيكا الشرقيه والرقص البلدي. عندنا مزيكا شرقيه. ما سمعنا يا اخي. على فكرة يا طنط، ليلى بترقص بلدي جنان. سلوى ما تصدقيهاش يا طنط. انت مكسوفه علشان خاطري ترقصي. ما اقدرش يا طنط. انا عارفه انك مكسوفه من الرجاله اللي معانا. اطلع فوق يا ولد انت وهو. نطلع فوق؟ لازم استنى معاكم. اسمع كلام عمتك يا ولد. خد صاحبك ونكشوا على فوق. لكن يا عمتي كلمه واحده، هتسيبونا لوحدنا ولا اسيبكم لوحدكم؟ اطلع فوق. هنطلع. طيب هنطلع. فوق. اطلعوا فوق. ارقصي بقى يا ليلى. حاضر يا طنط. انا احب الرقص قوي. حاجه حلوه قوي. اطلعوا فوق. هو انت ما سافرتش يا سيدي؟ سافرت ازاي وانا قدامك اهو؟ فين ليلى وسلوى؟ دول خرجوا يا سيدي. خرجوا راحوا على فين؟ انطق يا جبل المقطم. راحوا فين؟ في الشقه اللي جنبنا. راحوا عند الاثنين العزاب، ده انا هطربق العماره على اللي فيها. برافو برافو، انت بترقصي جنان. ميرسي يا طنط. ننزل بقى. مفيش مانع. تعالي ناحيتي. تعالي. دي عليها رقص يا ابن اخويا. مين اللي جاي؟ لا ده جرس المطبخ لازم بتاع العيش. ايه في ايه؟ جاي على هنا؟ هو مين؟ المعلم شاهين الزلط. لا ما تخافوش ما تخافوش. ما نخافش ازاي؟ انتوا ما تعرفوش بابا ده لو شافنا هنا يموتنا. اعملوا معروف وارجعوا بأي طريقة. تعالوا معايا على فوق. تعالوا. تعال يلا بسرعة. وانا هتسيبوني لوحدي هنا؟ خليك انت هنا. خليك انت هنا. اعمل ايه؟ اقول له ايه؟ يا شيخ نيل. جسمي كله بيتنفض. يا ام هاشم. خش قدامي، انا هوديكوا في داهيه النهارده. مفيش حد هنا ولا ايه؟ ايه ده يا عيدي ده؟ داخل تنعل كده ليه؟ ايه الحرمه الملخفانه دي؟ عدم المؤاخذه،
تقعد ازاي قدام واحده ست محترمه وهي واقفه يا عديم الاتيكيت؟ ما هو بس اخلص. جاي ليه؟ عايز ايه؟ في ايه؟ حلمك شويه، الحلم سيده الاخلاق. وتعرف منين الاخلاق يا مجرد من الاخلاق؟ داخل هاجم عليا، لا حصدور ولا دستور. عايز تتهجم عليا؟ ده انا هجيب لك بوليس الاداب. ليه بس؟ ازاي تتهجم على واحده ست؟ ست؟ انا مش شايف قدامي ايها ست. ده انا جنب منك ابقى ميرلين مورنو. ليه؟ انت عميد؟ ما انت شايف الاوان؟ هو في الحقيقه اوام عاوز بردعه والجام. شات اب. ده انا واخده الجايزه الاولى في جمال السكان. يا وليه اختشي يا قرشانه. طب انت عندك كام سنه؟ عاين بنفسك. تديني كام سنه؟ اديكي 15 سنه اشغال شقه. وشرف بابا مودياك النيابه، داخل عليا الشقه لوحدي، عايز تفسد اخلاقي؟ ايه المناسبه؟ حلوه لا سمح الله، ست لا قدر الله. ده الفرق بيني وبينك شنب. فين التليفون؟ تليفون عشان ايه؟ انا لازم اجيب لك البوليس حالا. انا لازم اكلم الحكيم دار. ليه بس؟ انا جاي اسال سؤال وتاني ماشي. عايز ايه؟ اتكلم، سبيك. بنتي وبنت اخويا. لا يمنع عليهم. لا مين انت عليهم؟ الخدامه قالت لي شافتهم وهم جايين على هنا. ما حصلش، وبالفرض انهم موجودين هنا، ايه الضرر يعني؟ يا وليه انت هتتولي مخي؟ بنتي وبنت اخويا ازاي يخشوا شقه 2 عزاب؟ ده انا هعمل مجزره، ده انا هخلي الدم للركب. ده شرفي يا بنت المكعبله. اوه ما تزعقش، انا ما استحملش. قدامك الشقه دور فيها حته حته. اتفضل فتش فوق اذا كنت عايز. ما تطلع فوق. روقي دمك بس. يكونوش جم وخرجوا. ايوه لوحدهم. لوحدهم. لازم بقى راحوا وخلتهم في مصر الجديده. نستأجز بقى يا مصر القديمه. اوعى توريني وشك هنا تاني لخنوقك. خلاص ماشي. انكشف. ميرسي يا طنط. برافو عليكي يا طنط. انا عملت الواجب اللي عليا ولا استاهلش البوستين دول. لازم ارجعهم تاني. لا يا عمتي مفيش لزوم. لا لازم ارجعهم. ادي بوستك وادي بوستك. راح فين قولي لي؟ والنبي هناك يا سيدي. ما هو مش هناك النهارده اخر عمره. احنا لازم نمشي. تمشوا؟ تمشوا ازاي؟ هو انا لسه شبعت منكم؟ يمكن عمي يرجع تاني. مش معقول يرجع. مش معقول. يا خبر اسود، ده رجع تاني. اسمعي، خليك انت هنا، اطلع حطوا على فرندا اوان. يلا يا فريد، يلا يا فريد. اهلا فريد. اهلا وسهلا يا عمي، اهلا وسهلا يا عمي، وحشتني قوي يا عمي. خلاص بقى. طيب عمتك وصلت؟ ها؟ ايوه اهي يا بابا. وصلت بعد ما نزلت على طول. فتافيت السكر هانم. يا عمتي اقدم لك السيد قادر المنيلاوي والد نبيل. الو هاو دو دو مستر كادري. هاو دي دو. انا عمة فريد. ايوه عمت فريد. ايوه قول لي دي واحدة ست؟ طبعا. أنا مسافر. تعالى جنبي مستر كادري. حاضر يا حفيظ، دي عليها خلقة تعلم إبليس الفضيلة. أهلا وسهلا. تسمح ناخد سوا درينك؟ يستحسن برضه علشان الواحد يتلطش. حلوة قوي الوردة دي. تسمحي تقبليها مني؟ اوه ثانك يو فيري ماتش. انا هحتفظ بيها تذكار للمعرفة الجميلة دي. اتفضلوا. تشيريو. استنى، انا هشرب بق وانت تشرب الباقي علشان تجري ورايا. ايوه صحيح، بيقولوا اللي يشرب من كوبايه حد يجري وراه. مفيش واحد عسكري يشرب دول. احنا لازم نمشي من هنا يا نبيل. كفايه فضايح بقى. بالعكس ده بابا لطيف جدا، تعالوا معرفكم بيه. لا يا سيدي مش عايزين. تعالي بس. لا أنا زود لي العيار قوي. بابا. الله، أهلا وسهلا. مين دول يا نبيل؟ مدموزيل ليلى، مدموزيل سلوى. بابا تشرفت. أهلا وسهلا. جيراننا وجايين يسلموا على عمة فريد.
اهو كده الجيران ولا بلاش؟ انا هقعد مع الجيران. مرة تانية عشان مستعجلين، تسمحوا لنا؟ دقيقة واحدة. ما تقعدوا معانا شويه. بابا، ايوه. أنا خايف إن عمة فريد تسمعك وأنت بتتكلم عليها بالشكل ده. ما هو غصب عني يا ابني، انا طول عمري احب الجمال. أيوة يا بابا، بس دول 20 مليون دولار. اي والله عندك حق يا نبيل، انا كنت ناسي فلوسها دي خالص. دي فعلا تتحب، دي قمر قمر. نعناع يا فندم، الغدا جاهز؟ أيوة، وهحضره على السفرة. طيب شوف الطريق خالي ولا لأ؟ حاضر. يا ولد انا هقطع خبر. بابا عمي اقعد افتح يا ولد. ايه الحكايه يا ست؟ بص محدش يتكلم، السلاح هو اللي هيتكلم. ايه المجنون المسلح ده؟ اسكت انت يا قرع افندي. تسمح يا معلم ما شاهين؟ اسمحش. وانت تقولي لي خرج وتضحكي عليا يا مرضعه كيلوباترا. اوه سفان. انا هخلص عليكم واحده واحده يا مقصي في الرقبه. بابا بص عمي بص يا معلم، بص ما يصحش. بص. ايه ده؟ ايه بص، انا هفرمكم واحده واحده. الله، ما حدش مال عينك ولا ايه؟ صوتي. اسكت انت يا وليه يا حربايه. يا حضرة ما يصحش، لازم تكون لطيف مع السيدات. دي سيدات دي سيئات. اخلص. تعالوا يا بنات. يا معلم، ممكن نناقش الموضوع بلا باقة؟ سيبك انت بلاش حداقه. تعال انت وهي هنا. ما تخافوش، تعالوا في حضني. يا وليه سيبيهم نخلص عليكي معاهم. يا معلم شاهين، اقدم لك السيد قادر المنيلاوي. ايوه، انا ابقى والد نبيل، والست اللي قدامك دي تبقى عمة فريد. ايوه عمتي، يصح تهين عمتي. يصح تهين واحدة مليونيرة؟ مليونيره؟ ايوه امال، دي فتافيت السكر هانم، 20 مليون دولار. فتافيت السكر انا قريت عنها في الجرانين. يا 20 مليون مرحبا. اكسكيوزني مدامة. ما قدرتش احوش اعصابي لما عرفت ان بنتي وبنت اخويا معزومين من غير اذني عند الجدعين دول. خلاص انا سامحتك ما دام اعتذرت لي. خلاص نبقى بقى نتغدى سوا. ايوه، وبعد الغدا ناخد المدام نفرجها على الهرم وابو الهول. ثانك يو. الغدا جاي. اتفضلوا. اتفضلي جنبي يا مدام. لا تعالي جنبي انا يا مدام. عن اذنك سيبها انت. عن اذنك انت. والنتيجة؟ 2-1. فتفت. وبعدين معاك يا شيشة. انا صحيح شيشه ولعه، شيشه نارها للجو. لا أرجوك، أحسن عمال يبرق لنا بعينيه. هو مين؟ أبو الهول. معذور، هيتحرك من حلاوتك، هينطق من منظرك الجميل. انا عاوز اقول لك حاجه. عايز إيه؟ عاوز اقابلك على استفراد، عندي كلام كتير عاوز اقولهولك. ما تقول. لا هنا ما ينفعش، تتفضلي عندنا في الشقه قدام شقه نبيل. هستناك الساعه 3 بالظبط، وادي مفتاح الشقه. اول ما تدخلي الصاله هتلاقي 3 اوض، هستناكي في الاوضه الوسطانيه. طب ابعد عني دلوقتي عشان جاي على هنا. مين ابو الهول؟ لا أبو نبيل، مستر كادري. جاتوا الغم. خدي المفتاح اهو، اوعي تنسي. طيب. هلو. هلو. واخيرا لقيتك، انا سعيد جدا. تسمح اقول لك كلمتين؟ اتفضل. اوه، انت بتبص لي كده ليه؟ اعذريني اذا كنت مش قادر اتمالك اعصابي معاكي. في الحقيقه ان اول ما شفتك النهارده حسيت اني كنت في صحراء، وبعدين لقيت واحه قدامي كلها زهور جميله. بس ارجوك ما تكملش، مش قادره مش قادره. مش ممكن، لازم اقول لك على كل اللي في قلبي. مش دلوقتي، بعدين. لازم تقابليني النهارده. عندك مانع؟ ابدا. خد المفتاح ده. مفتاح ايه ده؟
مالك يا طنط؟ الله، في ايه بتعيطي ليه يا طنط؟ اعذريني يا روح طنط، اصل انا كان ليا اخت شبهك تمام، ماتت وهي في عز شبابها. يا عيني. سبحانك يا ربي، الخدود هي البق هو الحلاوة هي اصل كل ما بشوفك قدامي بفتكر المرحومة اختي. يا ابن النصاب. مالك يا ليلى؟ ابدا. انت زعلتي من حاجه؟ وانت عملت حاجه تزعل؟ انت اتغيرتي فجاه وسبتيني وقمتي. مالك؟ مفيش حاجه. ليلى، مؤكد في حاجه مخبيها عليا. انا متاسف اذا كنت ضايقتك. ارجوكي ما تحكيش. انا ما اقدرش اشوفك بتعيطي ابدا. تعرف يا ليلى، انا صحيح شفتك امبارح لاول مره، لكن بيتهيألي ان احنا نعرف بعض من سنين. انا عرفت قبل منك بنات كتير، وكان كل هدفي اني اتسلى معاهم، لكن انت خليتيني ابص لك بنظره تانية غير اللي كنت بشوف بيهم البنات اللي قبلك. ليلى، انا هروح اقابل والدك النهارده عشان اطلبك منه. لا ارجوك بلاش. مش موافق؟ انا اتمنى اني ما فرقكش لحظه واحده. اول ما شفتك حسيت اني مش ممكن اكون لغيرك. اذا ليه مش موافق ان اخطبك؟ لاني مخطوب. لمين؟ ابن شريك بابا. بتحبيه؟ ابدا، ولا عمري شفته قبل كده. انا ما حبيتش غيرك ولا هحب غيرك، لكن بابا مصمم ان انا اتجوزه. طبعا كل ده عشان خاطر مصلحته. ايوه. ليلى، الجوازه دي مش ممكن تتم ابدا مهما حصل، فاهمه؟ مهما حصل. لكن بابا عنيد ومش ممكن يغير رايه. انا هحارب عشان تكون ليا، ومتاكد انا هنتصر. وانا هنفذ كل اللي تقولي عليه. الله يخرب بيتك يا سكر. نبيل الحقني. في ايه يا فريد؟ عمتي الله يخرب. مالها جرالها ايه؟ هي ما جرالهاش حاجه، ده انا اللي جرالي. الحقني يا نبيل. ستي عفاريت في شقتنا يا ستي. فين؟ في اوضه سيدي الكبير يا ستي، عمالين يكسروا في الحاجه. ايه الكلام الفارغ ده؟ تعالى معايا يا فريد. سيبني في حالي، مش العفريت اللي هنا. مين اللي جوه؟ بابا. يا معلم شاهين، الاولاد جم، ما يصحش نقلق قيمتنا قدامهم. طب فز قوم. اتنيل واربط جربطتك. متشكر. اتزفت وزرر قميصك. متشكر. اتفضل. اتفضل انت قبل. بابا. يا معلم شاهين. بابا. سيدي. في ايه يا بابا؟ حصل ايه يا بابا؟ ما حصلش حاجه، احنا كنا ايه؟
كنا بنحضر الارواح. الارواح. ايوه بس في روح شريره مسكت في خناقنا وهات يا ضرب. تعالى بقى يا عم قادر نشرب قهوه سوا. كفايه اللي شربناه. ايه رايكم لو اتعشينا كلنا الليله دي سوا؟ فين؟ هنا في شقتنا، حفله عشاء لطنط فتافيت السكر. لا دي فرصه تانية فرصه تانية. مدام ليلى قالت كده لازم نمشي كلامنا. ميرسي يا بابا، انا هروح اقول لها. انا جاي معاكي. تعالى لا خليك انت معانا. انا عاوزها تعمل مفاجاه لفتافيت السكر. حاضر، امرك يا عمي. فريد، طنط فين؟ جوه في اوضتي مع سلوى. ده انا كنت عايزاها ضروري. طب خش لها خش لها. لا وقت تاني، يمكن يكونوا بيتكلموا كلام سر ولا لا والنبي خش لها. لا وقت تاني. معلش خاطري انا والنبي. خش لها خش لها. طيب هخش لها. طنط، نعم يا روح احنا عايزينك تتفضلي عندنا الليله دي في شقتنا ليه؟ عشان نتعشى كلنا سوا. يا ريت يا حبيبتي، اصل عامله رجيم وما اقدرش اتعشى. عشان خاطري يا طنط. اتعشى. ميرسي يا طنط. العفو يا حبيبتي. الله، امال فين سلوى؟ خرجت هي وفريد. طب تعالي انت بقى. بتعيطي ليه يا طنط؟ اعذريني يا روح طنط، اصل انا ليا اخت شبهك تمام، ماتت وهي في عز شبابها. سبحانك يا ربي، الخدود هي البق هو الحلاوة هي ربنا يصبرك يا طنط. يا رب يا حبيبتي، يا رب. انا فريد الله يخرب بيتك. عاوز ايه؟ ايه ليلى فين؟ فوق مع عمتي. عمتك. يا ابن العفريتة، ايه بس يا نبيل، موديني على فين؟ تعالي بس تعالي. ايه اللي عملته ده؟ خلتني قاعده مع طنط وشدتني من ايدي، دلوقتي هتزعل. تتفلت. ايه؟ ها؟ قصدي مش هتزعل. انا بغير عليك يا ليلى. بتغير عليا من واحده ست؟ من اي حاجة. بغير عليك من النسيم لو دعب شعرك، من الهوى لو لمس خدودك. باشمهندس. يا باشمهندس. عايز ايه يا زفت؟ لا مؤاخذة. وانا برتب بيجاماتك في الدولاب لقيت واحدة منهم مقطعة، مش كده؟ خدها. ياخد عدوك يا فنجار يا حلو. الدنيا سعيد. يجازيك يا بعيد. انت انستينا قوي. انا تعبانه قوي. يعني سلامتك من قولة ان شاء الله انا وهو. ان شاء الله انت لوحدك. عايزه استريح، عايزه انام. انت تعبتي يا طنط قوي. باتي عندنا الليله دي. لا عندنا احسن. انت شقتكم على قدكم. طنط هتنام في اوضتي يا في اوضه ليلى. مش ممكن. مش معقول. مش عاجباها. مش هتخرج من هنا، هتبات هنا. ايه رايك يا طنط؟ ابات يا اختي ابات. يلا يا ليلى. اتفضلي، تصبحوا على خير. أيوة. وانا كمان هنام، تصبحوا على خير. وانت من اهله. انتوا تعبانين قوي الليله دي، روحوا ناموا بقى. وانت كمان تعبان قوي. لا انا بدري عليا قوي. خدي البسي يا طنط. ايه ده؟ قميص نومه. لا انا احب انام كده في فستان. يا خبر يا طنط، هو ده معقول؟ اصل بنكسف. تنكسفي؟ ده احنا ستات زي بعض. طيب تسمحي لي اقلع في البلكونه؟ تاخدي برد يا طنط؟ ما انا واخده على كده. تحب احضر لك حاجه قبل ما تنامي يا طنط؟ ايوه، عايز اسمع الاسطوانه اللي سمعناها عند الاولاد. ما عنديش زيها، لكن عندي اسطوانات تانية. اللي يعجبك يا روحي. حاضر يا طنط. الله ينكد عليك يا نبيل انت وفريد.
ما تقعد بقى، غيرتنا. دول لسه بيسمعوا مزيكا. ومال خليهم على حريتهم. حريته. اهدى بس يا نبيل، اهدى. ما دي هادي اهو يا اخويا اهو 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 هادي اهو. بينهم ناموا. هو يقويك، روح نام. ايوه واجب برضه يا عم. انا مش هيجيلي نوم. مش هيجيلي نوم. مش هيجيلي نوم. ان شاء الله ما نمت، نمت عليك حيطه. ما تقوم تنام انت راخر. نوم نوم ايه؟ بكره هننام كتير قوي تحت الارض. انا بيني وبين الجنان ربع متر وحضرتك قاعد ساكت. اتحرك اعمل حاجه. هعمل ايه بس الله؟ انا لازم اجيب الواد سكر هنا لازم. اسمع، انت تعمل عيان وانا اروح عندها. لكن انا مش عيان. اتنيل يا عيان. حاضر. نازع. ما تنام. الله، هنام ببدلتي. ايه العب بدلتك عقبال ما اروح عندها. حاضر. مين؟ مالك ومالهم؟ ما تسيبهم. اصل فريد تعبان شويه وعاوز يشوف عمته. انا بوظت يا مدموزيل ليلى، فريد تعبان جدا وعاوز يشوف عمته حالا. يا ولد قليل الادب، روح قول له ان انا تعبانه وعايزه انام، خليه يا بكره الصبح. تسمحي لي اجي افهم حضرتك؟ اوعى تدخل، انا عريانه. هو عيان بايه؟ ها؟ اصل صاموله بتاعت مصران الغليظ مفكوكه شويه. حفيظ يا حفيظ. ده هي تقلق راحتكم زي ما قلقتم راحتي. ما تتأخريش يا طنط. من عينيا الاثنين. اتفضلي اتفضلي.
لا استريح انت. هتجوزها مش هتجوزها، هتجوزها مش هتجوزها، هتجوزها مش ايه؟ مش حضرتك بعتلي؟ ايوه. لا. اوه انت خدت عليا قوي. اعذريني يا عزيزتي المحبوبه، انا امام الجمال بنسى روحي، بكون مجرد من العقل والشعور. انا مش مخلوق من طين يا مدام، انا مخلوق من ديناميت. بليز كلامك بيدوخني. ده جمالك اللي مدوخني، جمالك يخلي الحمار يقول أشعار. يا نصاب يا منافق. وحضرتك عايز مني ايه؟ تقبلي تكوني زوجتي؟ في الحقيقة انت فاجئتني. يعني اتعشم؟ لا ما تتعشمش. ليه؟ انا افضل اكون زي اختك. زي اختي بس؟ ليه كده؟ عندي اسباب خاصة. ايه هي الاسباب دي؟ ما اقدرش اقول لك عليها. لا لازم اعرفها. انا واحدة ست لها ماضي. ماضي؟ اي. انتي ليكي ماضي؟ طيب انسي الكلام اللي قلته لك كله. طبعا هنساه، عن اذنك. ماضي. ايه عملت ايه يا بابا؟ خلاص ايه هتتجوزها؟ اتجوزها؟ ده لو كان عندها مال قارون، لو كانت اسمها مدام بنك نوت يستحيل اتجوزها. اعوذ بالله. تصور يا نبيل ان الست دي لها ماضي. يا ساتر يا رب. يا نبيل يا رب، انا هنزل اشتري شويه حاجات وهرجع لك بعد الظهر، اخد شنطتي واسافر. تصور ان دي لها ماضي. يعوذ بالله. باركيلي يا ليلى. على ايه يا بابا؟ خلاص هتجوز فتافيت السكر. مبروك يا بابا. وامتى هتكتبوا الكتاب؟ يوم ما نكتب كتابك انت وسلوى على جعلص وبقلط ولاد شريك المعلم جعران زنخ. زنخ؟ مستحيل يا بابا، حرام عليك ترمينا الرمية دي. نعم؟ مش عاجبك جعلص وبقلط؟ لا مش عاجبني. هما دول عرسان؟ امال بلاليس؟ اسمعي يا بنت انتي، انا مش كروديا، انا فاهم كل حاجه. فاهم ايه يا بابا؟ انا عارف ان نبيل وفريد بيحجموا عليك انت وسلوى، لكن ده مش ممكن ابدا. مش ممكن ليه؟ ما دام قصدهم شريف وعايزين يتجوزوه. لكن انا مش هوافق. انت الجعلص وسلوى البقلط. اللي ما تمتش الجوازه دي شريك هيزعل والشركه تروح في داهيه. كلام في الحكايه دي مانيش عايز تاني ابدا. ايه ماله كان بيزعق ليه؟ تعالي جوه وانا اقول لك. ايه اللي حصل؟ بابا مصمم ان احنا نتجوز ولاد شريكه جعلص وبقلط. تصوري لما انا يبقى اسمي مدام جعلص وانا مدام بقلط. لا وبسلامته عايز يتجوز طنط فتافيت السكر. اسمعي، احنا نكلمها ونقول لها ما توافقش تتجوزوا الا لما يوافق على جوازنا من فريد ونبيل. فكره مدهشه، دي هتساعدنا من قلبها، وخصوصا انها بتحبنا قوي من ساعه ما وصلت وهي نازله فينا بوس بمناسبه ومن غير مناسبه. حق دي حاجه غريبه خالص. لا وبتبوسنا بوس مش بتاع ستات. فعلا بوستها كده لها طعم تاني. اصلها بتحبنا قوي. يلا بينا نروح لها. لا يا اختي انا انكسف، روحي لها انت لوحدك. انا هروح اكلمها. بس هتروحي لها باي حجه؟ اخد لها فستان من بتوعي واقول لها تقيسه. نو. بتقولي نو ليه؟ فيا عيب؟ راجل شرب؟ العفو يا معلم، بس انا ما اقدرش اتجوز. ليه؟ اصل حالفه يمين ما اتجوزش بعد المرحوم جوزي. ليه؟ ما برتاحش في الجواز. هريحك انا. عايز اعيش حره طليقه. هطلقك انا. بالعربي انا مركبه طقم اسنان. يعضني انا قلبي مولع. الله، اسيبك ازاي؟ انا بموت فيكي. انت يا معلم ده عيب. انا بموت فيكي يا نبيل، فريد، الحقوني. نبيل، فريد، الحقني. بتجري؟ طب معلش
انا مش هستندل عنك ابدا. لبسوني هدومي وطلعوني من هنا حالا، مش هستنى ابدا، ما اقدرش. استنى بس، ايه اللي حصل؟ اللي حصل المعلم شاهين ابو البنات فضل يجري ورايا لحد السلم، انا ما اسكتش على كده ابدا. بس خليك عاقل يا سكر. ودي حاجه فيها عقل، كل الرجاله اللي هنا عايزين يتجوزوني. يا سيدي ما تدقش. ما ادقش لحد ما الاقي نفسي حرم المعلم شاهين، مش كده؟ لا ما اقدرش. لا بس اوعينك. بابا موجود؟ خرج دلوقتي. امال فين تاني؟ فوق يا فندم. طب يلا حالك ما تضيعش يا اخي الجميل اللي عملته فينا على اخر لحظه. مش ممكن. مين؟ انا ليلى. البس الشعر الله يفضحك، البس. ادخلي يا ليلى. اتفضلي يا حبيبتي. اهلا وسهلا. اهلا. انا جبت لك فستان عشان تقيسيه. طب تسمحوا بقى تطلعوا بره؟ لا 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 لا، بلاش قلع ولبس يا طنط، انت واخده برد. انا صحتي دلوقتي اتحسنت. لكن حضرتك حتى لازقه. والله ما لازقه الا انتوا. تسمحوا بقى تسيبونا لوحدنا؟ دول 5 دقايق بس. يلا بقى وامرك لله. من غير قلع يا طنط، ها؟ تقيس الفستان وانت لابسه. طب تسمح تنكشح؟ مبروك يا طنط. على ايه؟ بابا بيحبك وبيموت فيك وعايز يتجوزك. ربنا يتمم بخير. هي عاد فيها خير؟ طبعا، وعشان كده انا جايه اترجى حضرتك في حاجه مهمه قوي. اترجي يا روحي. انت عارفه ان سلوى بتحب فريد وليلى بتحب نبيل. ايوه، وعشان كده انا عايزه حضرتك تشرطي على بابا انك ما ترضيش تتجوزيه غير لما يقبل يجوزنا نبيل وفريد. وهيرضى؟ هيرضى ويسلم على طول، ده بيعبدك. ربنا يشفيه. قلتي ايه يا طنط؟ انتوا اللي يهمكم انكم تتجوزوا نبيل وفريد، مش كده؟ ايوه. تبقى مسألة جوازي من ابوكي دي مالكيش دعوة بيها. اللي تشوفيه يا طنط، الفستان اهو. متشكرة قوي. شبه المرحومة تمام. الفستان اهو يا طنط، قيسيه وان شاء الله يعجبك. ميرسي. العفو يا طنط. ايه ده؟ انتوا كنتوا واقفين كده ليه؟ احنا كل حاجه وعرفنا كل حاجه. انا متاكده ان طنط هتاثر على بابا وتخليه واقف. وما اثرتش عليه، لازم نشوف حل تاني. ايه هو؟ ايه هو؟ تعالوا انا تحت. ايوه تعالوا. استني انت هنا. تعالي يا ليلى، تعالي الحقيني. في ايه؟ العرسان بتوعنا قاعدين مع عمي في شقتنا. وهو عارف ان انا هنا؟ لا، انما قال للفكيهه روحي اندهي للبنات يقعدوا مع عرسانها. مستحيل تروحوا هم هناك. ايوه مستحيل. امال هنعمل ايه؟ فكيه، نعم يا سيدي. قولي للمعلم شاهين الست فتافيت السكر هانم بعتت تسلق قليله للسوق عشان يشتروا لها حاجات. حاضر يا سيدي. أولا. كمان. يلا يا جماعه يلا. يلا يا ليلى يلا. انا قلبي مش مطمن يا فريد. هنعمل ايه لو عمي ما وافقش على جوازنا؟ سيبيني افكر. طب فكر. انا متهيالي ان المعلم شاهين هينفذ تهديده ويفرق بينا. ما تخافش، طنط فتافيت السكر هتحل لنا المشكله. بالعكس، دي هتعادى اكتر. ازاي؟ قالت لي انها مش عاوزه تتجوز المعلم شاهين. ليه؟ ها؟ اصل عشان مش عارف. طب والعمل يا نبيل؟ لازم نفكر في طريقه تانية، ندور على حيله نعملها عشان نتجوز. نبيل، انا جات لي فكره هايله. الحقيني بيها. تعالى معايا وانا اقولها لك. تعالي. تعالى اقعد. الله، على فين يا استاذ؟ ماشي، كفايه بقى لحد كده. مش تستنى لما يجي سنابيل وسفريد؟ مش هستنى، انا زهقت خلاص. طبعا عشان خاطري. الله، جريات اوعى مسكتها. يا استاذ ما صحش تمشي ابدا ومش هنا. اوعى اكمل، بقول لك مسكتها. هو مش هسيبك ابدا. اوعى بقول لك. اوعى بقول لك هزومك ايه؟ مش هلبسها تاني. لا في عرضك، مش ممكن في عرضك. اوعى يا اخي. انا بس مش ممكن. يلا والله ما تقول لي اقفل الباب ومفتاح. اقفل زي ما يعجبكم. والله لما تموتوني ما انا قاعد. انتوا خدتوا عليا حكم بالطاعه ولا ايه؟ انت ايه اللي مضايقك بس؟ عايز انفد بجلد مش يلا بقى البس. اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا بيكي. امال المعلم شاهين فين؟ يا مرحبا، اتفضل. اهلا وسهلا. يلزم خدمه؟ انا عاوز حضرتك في مساله مهمه جدا، تسمح؟ اتفضل.
خير ان شاء الله. انا جاي اكلم حضرتك بخصوص فتافيت السكر هانم. ونعم الكلام، اتكلم ولا تاخدش نفس. بيني وبينك فتافيت السكر هانم بتموت فيك وبتحبك بشكل وحش. وانا كمان بحبها بشكل اوحش. اول ما بتسمع اسمك تلاقيها تاهت وعينيها زغللت وجدتها اترعشت. معلوم محسوبك مرعش. طبعا طبعا. اتفضل اتفضل. انا فضلت اجرجرها في الكلام لحد ما اعترفت لي انها بتحبك، وفريد قال لي كمان ان عمته لها رغبه شديده انها تتجوزك. بس ايه؟ بس ليها شرط واحد مهم. ايه هو الشرط؟ ان حضرتك توافق ان انا اتجوز ليلى وفريد يتجوز سلوى. كان من عينيا، لكن اللي سبقك للنبأ. اصل انا وعدت شريكي ان سلوى وليلى هيتجوزوا ولاده الاتنين، وانا راجل ما اقدرش اسحب كلمتي. ليه؟ هو انت اديت له شيك بسلوى وليلى؟ مش الغرض، ما انا لو سحبت كلمتي معناها الشركه اللي بيني وبينه هتنحل. شركه ايه بس اللي انت خايف عليها دي؟ يا راجل ده انت هتتجوز 20 مليون دولار تقدر تعمل بيهم اكبر شركه في العالم. ثم انا وفريد عندنا مكتب هندسي ناجح. انا يا سيدي مستعد اعمل معاك شركه ويبقى زيتنا في دقنا. معقول برضه؟ خلاص انا سحبت كلمتي، ليلى وسلوى لك انت وفريد. برافو، مبروك عليك فتافيت السكر. بس فين هي عشان اكلمها في الحكايه؟ لا 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 لا، اوعى تكلمها في حكايه الجواز دي ابدا. دي ست خجوله جدا. انا بالنيابه عنك هقول انك انت وافقت على شرطها، وخلي كلامك ناعم معاها، ها؟ بس المهم انك تلحقها قبل ما تطير. تطير على فين؟ هتسافر. قدامك 24 ساعة بس، اجتهد انك تخلص كل حاجة قبل 24 ساعة دول. اطمن وشرفك، مسافة ساعتين بس هتبقى مدام شاهين. برافو، مبروك. مدام فتافيت السكر، حضرتك؟ ايوه، فتافيت السكر مشهوره باسم ياسمين. الحمد لله على السلامه يا فندم. انا اتصلت بمكتب الاستاذ فريد ابو ورده وجبت عنوان سكن. اتفضلي. ثانك يو. الشنط هيكونوا في الجناح اللي محجوز لحضرتك في الاوتيل. اورايت، باي. سايق عليك النبي، ما تدوخيني اكتر من كده. انا راجل رجليا بتوجعني وعندي مرض. تعالي يا فتفة. يا معلم شاهين ما يصحش، قطعت قلبي من الجري. عشان خاطري سيبك من التقل والدلال. انا سامع قلبك وهو بيدب من الحب. ده بيدب من الخوف. ما تخبيش عليا، انا فاهم كل حاجه. كل الستات كده يتمنعون وهم العايزون. يا راجل يا قلباء، انت هتكوني ملكي بعد 24 ساعه. خليك عندك. وراكي. خليك عندك احسن، والله العظيم ارمي نفسي في الشارع. ان شاء الله انا بدالي. يعني لو حد دخل علينا دلوقتي وشافنا بنجري ورا بعض يقولوا علينا ايه؟ بنلعب عسكر وحرامية. طب اسمع، روح هات كرسي من هناك وتعالى جنبي نتكلم سوا على رواق. من عينيا. اتفضلي هنا يا فتافيت السكر هانم. حاضر. تعالى جنبي هنا يا نبيل. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. فتافيت السكر هانم يظهر انها مش من هنا. حضرتك كانت في امريكا الجنوبيه ووصلت امبارح بس. الله، كنت في امريكا الجنوبيه؟ ايوه. اذا حضرتك تبقي حرم المرحوم فايز الحموي. ايوه، امال. مرحوم فايز الحموي كان تاجر ايه؟ مش لا، كان تاجر لعب اطفال. مظبوط مظبوط، اصل حضرتك بتحب تهزر. انا كنت اعرف المرحوم جوزي. يا نور النبي ما تجاوب يا حلو. لازم عند حضرتك اطفال كنت بتشتري لهم من عنده لعب. تمام. حضرتك كنت معاه في البرازيل؟ طبعا، امال في طلخه. وايه اللي وداك البرازيل؟ اصل كيفة قهوه. والله العظيم خليك عندك. وحضرتك ما رحتيش ولا مره امريكا الشماليه؟ رحت يا اختي، رحت حتى بالاماره وانت نازله من الطياره تلاقيها على ايدك الشمال. اظن جوزك كان. لا بقى، عن اذنكم انا طالعه فوق. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. نبيل، فريد، تعالوا انا عايزاه. عن اذنك.
منك ولا ايه؟ أدري الست دي غريبة خالص. لا، والمصيبه ان كنت هتجوزها، لكن كرهتها لما عرفت ان لها ماضي ما يشرفش. لكن دي غنية قوي. تغور بملايينها. قصدك انك تفضل تتجوز واحدة فقيرة زي يعني واحدة مليونيرة؟ يا سلام، ده انت عندي تساوي ملايين الدنيا. اسمع يا أدري، نعم. عايز اقول لك حاجة مهمة قوي. حد يسمعنا هنا؟ تعالي في الفرندا. اسمع يا أدري، الست دي مش فتافيت السكر، أنا فتافيت السكر. انتي؟ الله، امال ياسمين دي تبقى ايه؟ لا ده اسم الشهرة، أما اسمي الحقيقي فتافيت السكر. حاجه غريبه خالص دي. يبقى التانية دي نصابه؟ لازم أعرف السر اللي خلاها تاخد اسمي وشخصيتي، بس أرجوك مش عايزة حد يعرف حاجة أبدا. وهو كذلك. إيه اللي تعرفه عن حياة فريد ابن أخوي؟ اعرف انه مهندس ناجح، بس وإيه كمان؟ وهيتجوز بنت جارته اسمها سلوى، ونبيل هيتجوز بنت عمها اسمها ليلى. ممكن أشوف سلوى دي 5 دقايق؟ ممكن قوي، تسمحي؟ يا نعناع، انا كان مالي ومال الوقعه المهببه دي. بس روق دمك يا سكر. اروقه ازاي بس؟ دي نازله فيا اسئله زي وكيل النيابه. تبقى مين الست دي؟ واحده معرفه بابا. يا اخي استحملها عشان خاطرنا. انا هستحمل مين ولا مين؟ المعلم شاهين مش مخليني ارتاح، طاير ورايا في كل حته. ما هو انت اللي مش عاوز تريح نفسك يا سكر. يعني ايه، اتجوزه؟ لا، كل ما يطلب منك الجواز قول له هفكر، سايسه كده شويه لحد ما الموضوع ما ينتهي. الحكايه كلها 24 ساعه وهتسيب البيت كله. حاضر، هسايسه لمده 24 ساعه عشان تعرفوا اخلاقي من اخلاقكم، بس ابعدوا عني الست دي. تعرفي إنه حظ كويس إنك هتتجوزي فريد. أنا معجبة بيه وبأخلاقه. سمعت كمان إن روح عمة مليونيرة. ده شيء ما يهمنيش يا مدام، أنا اللي يهمني فريد نفسه. يعني مش ده السبب اللي خلاكي عايزة تتجوزيه؟ أبدا، أنا بحب فريد سواء كان غني أو فقير، وليلى بنت عمي بتحب نبيل زي ما أنا بحب فريد. الملايين ما تخلقش الحب يا مدام. قد ايه انا سعيده ان انا اسمع منك الكلام ده. اتمنى لك السعاده من كل قلبي. ياسمين هانم، عايزك على انفراد اذا سمحتي. عندي كلام كتير علشاني انا وانتي. عايزه احضر الفرح الليله دي. قوي قوي. يا معلم شاهين، اقدم لك ياسمين هانم خطيبتي. اهلا وسهلا. لازم خطيبتك تشرفنا الليله دي. طبعا بكل سرور. زغروطه بقى حلوه. جواز مبارك ان شاء الله. بطلوا الازايز. احنا بقى اتفضلي على المأذون. ده مش ممكن، مش ممكن. فريد، نبيل. انت هتفضلي مكسوفه لحد امتى؟ تعالي معايا. استنى. خش يا استاذ على الجوازه التالتة. حط ايدك في ايد العروسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله احمده ونستعينه ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. اما بعد فستكونين زوجة وأما لأولاد هذا الزوج. اسم الزوج؟ شاهين الظالم. اسم الزوجة؟ فتافيت السكر. استنى من فضلك. الست اللي قدامك دي غشاشة ونصابة، مش هي فتافيت السكر. كلام ايه ده؟ أنا فتافيت السكر الحقيقية، لكن دي مزورة ومزيفة. يا خبر، ازاي؟ لكن انت اسمك ياسمين. ياسمين ده اسم الشهرة، لكن هي اسمها الحقيقي فتافيت السكر. عمتي. أيوة عمتك يا فريد. امال انت ايه؟ انا زيك تمام. زي يعني ايه؟ يعني راجل. عن طينة بقى انا كلت مقلب، خطبت حرمة ذكر. يا لطيف يا رب، سلام قولا من رب الرحيم. طلعوني من هنا. ده انت وقعتك مهببة. الكلام ده صحيح يا نبيل؟ ايوه صحيح. مالكش حق تخدعنا بالشكل ده. دي عاملة تعملوها يا فريد. ده انا هخلص عليك، مش هخليك تحصل ست ولا حلك بس يا معلم شاهين، اذا كان في انسان يستحق اللوم في الحكايه دي فانا الانسان ده. ازاي ده ازاي؟ انا ونبيل عزمنا ليلى وسلوى عندنا علشان يتعرفوا بعمتي، وفي اخر لحظه وصلنا تلغراف منها انها مش هتيجي. وعشان ما يطلعش كدابين قدام سلوى وليلى فطلبنا من الاستاذ سكر صديقنا الممثل انه يمثل شخصيه عمة فريد. يا ابن الجنية، طب وشرفي ما انا استنى خليك راجل. زواج مبارك ان شاء الله. الله يبارك فيك. اتفضل يا استاذ. متشكر. والله عالي يا واد يا سكر. يا راجل اعقل بقى، هتتجوز راجل؟ هو انت واحده ست؟
والله بعد اللي حصل ما انا عارف نفسي. خلاص صاين بقى، اعتبر المسألة هي ظهر وخلاص. خلاص انما اسمعوا بقى، مدام فتافيت الاولانيه طلعت راجل، انا هنقل العطا على فتافيت الحقيقيه. تعال يا مدام. تعال هنا. الله، دي محجوزة لي من 20 سنة. الراجل هياخدك. حلو قوي. كل واحد منكم اتلم على محبوبته. فريد على سلوى، ونبيل على ليلى، وعم قدري على فتافيت السلطه. حلو، يعني انا اللي طلعت بلوشي. طب انا عاوز اتجوز، هتجوز مين؟ شوف لي عروسه معاك يا معلم شاهين. انت رجعت تاني؟ والله لا اقطع خبرك. مبروك يا ولاد. مبروك يا بابا. مبروك يا عمتي.